انت اسكت. استاذ لا 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 يلا. تعال اقول لك يا صاحبي على اشهر خناقات حصلت على الهوا قدام المشاهدين. اشهرهم كانت خناقه الكابتن احمد شوبير مع الكابتن احمد الطيب، وده كان في برنامج شهير جدا للاعلامي الراحل وائل الابراشي. الخناقه اللي قامت في لحظه بس فضلت كلمتها هو يسمع تتردد لغايه دلوقتي. لما اتكلم على مراتي وولادي هو يسمع. نطلع فاصل يا جماعه. هو يسمع. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل. وطبعا يفوز في خناقات الهوا المركز الأول برنامج الاتجاه المعاكس اللي كان بيقدمه المذيع فيصل القاسم على قناة الجزيرة. والفكرة بقى هنا إن البرنامج ده كان بيعتمد على فكرة جهنمية، بيجيب 2 مختلفين في الرأي، بس مش بس مختلفين في الرأي، لا 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 لا، ده واحد أقصى اليمين وواحد أقصى الشمال. طبعا هتكون دي النتيجة. أكثر من ذلك، أرجاس النظام التي تتحملها تحتاج إلى تطهير، وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة. واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك. مشاهدينا الكرام إلى اللقاء. ده حتى المذيع نفسه كان بيكون طرف ثالث في الخناقة أحيانا، لأنه من كتر التشتيت مبقاش عارف هو مين فين إزاي. فلماذا قبل؟ خليني بينك يلعن. شو تسوي يعني؟ شو تسوي؟ كمل لنشوف. شو كمل اخي. الى اللقاء. الى اللقاء. وطبعا أخف وألذ وأطرف دم على الهواء يفوز بيها برضه في برنامج الاتجاه المعاكس الكاتبة الصحفية الفاضلة صفيناز كاظم، لما قالت جملتها الشهيرة: الغي رحلتي. سارة أنا أنسحب. تفضلي. لأنها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لا. على الهواء مباشرة. أنا قلت لها على الهواء إن شاء الله يا رب نكون في القمر. أنا مالي. سيدة صفيناز كاظم، نحن على الهواء مباشرة. الغي رحلتي. على العموم يا جماعة أنا حابة أقول لكم إنه حصل خير، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن أحيانا بيفسد كل حاجة مش بس الود. لا يا انت اللي بدأت. يا شاكر انت اللي شاكر يا اخوان. انت اللي بدأت. لا يا انت اللي بدأت يا سامي. لا